السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي شيوات بلادي مع نورة. غادي نقدم لكم واحد الصابلين ساهل وزوين وما فيش المقادير بزاف. بقاو معايا ندوزو المقادير وطريقة التحضير. عندي زبدة مارغرين، عندي خميرة وحدة، عندي 4 البيضات مسلوقين، نحتاج غير الصفر ديالهم فقط. عندي كاس ما معمر السكر كلاصي، عندي كاس الزيت، الناطا المذاق ديالها زوين، ندير واحد المعلقه. عندي الدقيق على حساب الخليط. غادي نضيف سكر كلاصي على الزبده، نبقى نخدمها عاد نضيف الزيت. هاد الصابلي يجي زوين وساهل التحضير، فيه ساعه توجده. المقادير اللي فيه بسيطه ومتناول الجميع. غنبقاو هكا حتى نخلطو السكر كلاصي والزبده. دابا غنضيف الزيت عليهم. نزيد معلقه الناطا، نعطي الذوق للصابلي ديالي زوين. نزيد 4 الصفر د البيض. داك الصفر د البيض يعطي المذاق للصابلي زوين بزاف. نتمنىكم تجربوه وتردوا عليا ان شاء الله. نستمر هكا حتى يرجع الخليط ديالنا كريمي. هانتوما كتشوفوا كيف يرجع. نزيد شويه د الملحه، قليل من الملح، ما نديروش بزاف. خميره د الحلوى، داك الزبده ما تبقى لناش نهائيا محبه ولا شي حاجه، خصها تطلق باش ما تبقى لناش في الصابلي ديالنا من يطيب تبقى مبوقه. ولا الدقيق ندير شويه بشويه، ما نديروش في دفعه واحده باش ما يقصحليش العجينه ديالي، تقصح ليا في مره وما يجيش الصابلي زوين. ديما الحلوه ديالي خصنا نضيف لها الدقيق شويه بشويه حتى نحصل على العجينه اللي بغيت. الصابلي ما يكونش قاصح ما يكونش جاري. الا كان خفيف الحلوه عاوتاني ملي نديروها في الطاوه تبقى تسلح. الا كانت قاصحه تاني تجي ما زويناش في الماكله، تجي قاصحه اصلا ملي تعضها تجي قاصحه. كتعرفوا الصابلي ما يتعلقش، راه نجمعو. خاصني شويه نزيدو الدقيق، ما نكثرليش. انا حصلت على العجينه على هذا الشكل هكا، طبعا ما قاصحه ما خفيفه. ما يدخلش الدقيق فيه بزاف، شويه. نحرب العجين ديالي، نديرو على شكل صبيعات على هذا الشكل هذا. كون يعني ما تكبروش بزاف ما تصغروش كاع بزاف، باقي يضاعف الحجم ديالو حيت فيه الخميره. ها انتم ساليت الطاوه ديالي، دابا غادي ندخلها للفران. والفران ديما نقول لكم الفران يكون ناقص باش يعطي اللون زوين ويطيب على خاطرو من الداخل، يجي ياخذ داك الحموره ديالو. بعد ما دخل الفران وخرجته انت اللوين ديالو غزال، يجي محمر، يجي كله اللون ديالو زوين مذهب. الصابلي ديالي وجد، غادي ندوزو للتزيين تاني باش نزينوه. عندي كاسرونه ما ندير فيها لا زيت لا حتى شي حاجه. هاد الشوكولاط النوعيه كالا، فيه الزيت فيه كل شيء غزال. هذا يبقى هاد الشوكولاط كالا زوينه، ما يحتاج لا زيت لا حتى شي حاجه، ويبقى طالق الخيط. انتما تشوفوا معايا من يدوب. ندير الكميه اللي غادي نحتاج، من بعد الا خصني غادي نزيد.
عندي فيمو سيلفيا يجي زوين حتى هو للتزيين. غادي نحكو في الجهه الغليظه، غنكتفي بداكشي اللي غادي نحتاج، ومن بعد من يتسالى عاد نزيد نحك اللي بقى ليا، نحك 4 ولا 5 ومن بعد غادي نزيد نكمل اللي بقى. هانت نحسل على هاد الشكل هكا. غادي ندير الصابلي ديالي، نبقى نديرو في الفرشيطه باش يبقى يتقطر داك الشكلاط باش ما يهبط لياش بزاف في الفيمو. غنستمر هكا حتى نسالي الصابلي ديالي كله. هانت الشكل ديالو يجي زوين وراقي. وصلنا للشكل النهائي. هانتوما كيجي من الداخل يجي زوين بزاف، ونتمنىكم تجربوه وتردوا عليا. وشكرا على حسن المتابعة، ونتمنى هذا الفيديو يلقاكم بالصحة والسلامة وطولة العمر. إلى الفيديو آخر إن شاء الله، إلى اللقاء.